نشكر الشعب التركي على هذه المساعدة، جزاهم الله الخير. نشكر الشعب التركي جزاهم الله خير على هذه المساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر 1 2019 نقوم بتدشين السلة الغذائية المقدمة لأبناء صعدة من جمعية أمية أوكراني التركية التي يستفيد منها 100 أسرة. سوف تستفيد من هذه السلة الغذائية المقدمة. وندشن اليوم ونشكر القائمين على الجمعية والقائمين عليها هنا في اليمن الذين قاموا بإيصالها. نشكر جمعية أمية كرواني التركية على الحليب التي قاموا بتوزيعه على نازحين محافظة صعدة النازحين في محافظة مارب. شكرا لتركيا وشكرا للعاملين على المشروع والسلام عليكم. اليوم بتاريخ 2 فبراير 2019 تم بحمد الله تدشين مشروع الحليب لعدد 120 طفل من أبناء محافظة صعدة النازحين بتمويل من جمعية أمية كرواني. شكرا تركيا حكومة وشعبا. شكرا أمية كرواني. في يومنا هذا 30 يناير 2019 ندشن مشروع السلة الغذائية المقدمة من جمعية أمية كرواني والمستفيد منها 100 أسرة من أبناء محافظة حجة. باسم المستفيدين نشكر جمعية أمية كرواني ونشكر الشعب التركي، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وكتب الله أجرهم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. نشكر جمعية كرواني بما قدموا المساعدات للمحتاجين. نشكر الشعب التركي اللي زارونا يوم جاونا النازحين هالحجة، نقدرهم وقدرونا وقدموا الغاثة لهم، الله يجزيهم خير. المنطقة التركية الله يجزيها خير وقدموها وقدار العالم تشوفها، الله يجزيهم خير. ونشكرهم على وصولهم وعلى وصلها وعلى اللي صورها، يعيشون كلهم وجزاهم الله خير. نشكر جمعية أمية كرواني التركية على الحليب التي قاموا بتوزيعه على نازحين محافظة صعدة النازحين في محافظة مارب. شكرا لتركيا وشكرا للعاملين على المشروع والسلام عليكم. تم التنفيذ يوم الخميس 7 فبراير 2019. شكرا تركيا.